السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أعلنت عن طرح عدد من الشقق داخل محافظة القاهرة. الناس اللي كانت بتسأل على القاهرة هم نزلوا الفترة اللي فاتت، يعني تقريبا آخر يوم للتقديم النهاردة. كان شقق جنة مصر ودار مصر وسكن مصر كان متاحة في بعض المحافظات، في بدر والعبور، في بعض المدن في القاهرة واكتوبر وكم مدينه تاني يعني كده. النهارده اعلنوا عن طرح شقق في مدينه 15 مايو بالقاهره. عدد الشقق المطروحه 89 شقه، 67 شقه هيتم تسليمهم فوري، و22 شقه هيتم تسليمهم في شهر مارس 2023، يعني بعد 4 شهور، يعني يعتبر فوري برضه. طيب، الناس اللي خدت شقق اسكان اجتماعي لا يحق ليها التقدم لهذه الشقق دي، واحد. لكن لو انت من اي محافظه تاني وحابب، طبعا ما خدتش شقق في الاسكان الاجتماعي، اي محافظه تاني وحابب تحجز في الشقه دي، في الشقه دي مفيش مشكله، تحجز عادي خالص. سعر المتر 4500 جنيه بالتقسيط على 5 سنين او 10 سنين او 20 سنه. طيب، هتبدا ازاي؟ هتبدا ان انت الاول هتروح تشتري كراسه الشروط من مقر هيئه تعاونيات البناء والاسكان في 3 شارع سمير عبد الرؤوف، امتداد شارع مكرم عبيد، مدينه نصر، القاهره. شراء الكراسات متاح لحد يوم 24 نوفمبر، يعني لحد الخميس الجاي، او نفاذ الكميه. يعني لو كراسات الشروط خلصت قبل الميعاد ده خلاص، يبقى كده خلاص قفلوا الباب الحجز. طيب، بعد كده هيعملوا ايه؟ بعد كده هيعملوا قرعه. لو العدد اللي اتقدم اكتر من 89 شقه، هيعملوا قرعه على الشقق دي، قرعه علنيه في مقر نادي العلميين بجوار الهيئه على طول، يوم 5 ديسمبر الساعه 11 صباحا. المساحات 68 متر مربع، 70 متر مربع، 84 متر مربع. في اكتر من نموذج للسداد، حضرتك اللي بتحدد. كلهم بتدفع 10%، دي اسمها جدية حجز ودفعة دخول القرعة، دي ثابتة. اللي بعد كده هو اللي متغير، اللي بعد كده ايه؟ يعني الإجمالي بال 10% دي لا إما يبقى 50% وال 50% قسط على 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة، لا إما يبقى 40% مقدم وال 60% قسط، لا إما يبقى 30% مقدم وال 70% قسط. هديكم نموذج مثلا. الشقة، هقول لكم على نموذج واحد، الشقة 68 متر مثلا. يعني لو هتدفع 50% مقدم اللي هي 10% دفعة دخول القرعة وجدية الحجز، اللي هي الشقة 68 متر مثلا هتبقى 306,000 جنيه. هتدفع 10% اللي هي 30,600 جنيه. بعد كده هتدفع يوم 5/1 تدفع دفعة تخصيص 20%، 61,200 جنيه. بعد كده هتدفع دفعة تعاقد واستلام، وانت بتستلم الشقة هتدفع 20% تاني، 61,200 جنيه. يبقى انت كده دفعت 50%. المبلغ اللي فاضل هيتقسم على 5 سنين، هتدفع اقساط ربع سنويه، يعني كل 3 شهور هتدفع قسط 10,031 جنيه. ده شقه 68 متر لو قسط على 5 سنين. طيب، ولو هتدفع 50% مقدم 10 و20 و20. طيب، لو هتقسطهم على 10 سنين برضو ال 50% مقدم هتدفعها بنفس الترتيب اللي قلنا عليه، وبعدين ال 50% التانية هتدفع قسط كل 3 شهور 6,177 جنيه. لو هتاخدها على 20 سنة تدفع 50% برضو بنفس النظام، وال 50% الباقية هتدفع كل 3 شهور 4,451 جنيه لمدة 20 سنة. يعني قسطك الشهري هنا هيبقى 1,483 جنيه. تمام؟ ده نظام ال 50%. طيب، بعد كده في نظام ال 40%، اللي هو نفس النموذج. الشقة هتدفع الشقة 68 متر هتبقى 306,000، هتدفع 10% مقدم اللي هي 30,600 جنيه. بعد كده هتدفع 15% جدية حجز، 15% تخصيص اللي هي 45,900 جنيه. بعد كده 15% تعاقد واستلام برضو اللي هي 45,900 جنيه. بعد كده القسط السنوي، القسط ربع سنوي، يعني كل 3 شهور هتدفع 12,153 جنيه، ده لمدة 5 سنين. تمام؟ طيب،
لو هتاخدها على 10 سنين برضه هتدفع ال 40% بنفس نظام السداد اللي قلنا عليه، وهتدفع كل 3 شهور 7531 جنيه، ده لمدة 10 سنين. لو هتاخدها على 20 سنة هتدفع ال 40% اللي قلنا عليها، وبعد كده هتدفع كل 3 شهور 5475 جنيه لمدة 20 سنة. طيب في النظام الأخير اللي هو لو هتدفع 30% مقدم، اللي هو 10% جدية حجز اللي هي 30600 جنيه اللي هي الشقة 68 متر، وبعدين 10% دفعة تخصيص 30600 زيهم، وبعدين 10% إجمالي تعاقد، دفعة تعاقد واستلام برضو 30600 جنيه. لو على 10 سنين، الخمس سنين مش باينة قوي في الكراسة هنا اللي أنا مصورها، لو على 10 سنين هتدفع كل 3 شهور 8885 جنيه. لو على 20 سنة هتدفع كل 3 شهور 6499 جنيه. دي كل الأنظمة المتاحة. اللي حابب يقدم يتوكل على الله. اللي هيستنى الإسكان الاجتماعي لما ينزل في القاهرة إن شاء الله، الله أعلم هينزل إمتى بقى، يعني قريب ولا بعد سنة ولا أقل ولا أكتر، لسه مش عارفين، ينتظر. اللي معهوش فلوس خالص وهيقول لي يا عم احنا معناش فلوس، 30 ايه و20 ايه و50 ايه والكلام ده وبتاع، وقسط ايه اللي هينفعه، مع ان انا شايف يعني 1480 جنيه اللي هو القسط ده خدها على 20 سنه اكنك بتدفع ايجار. ده رايي، وجهه نظري. لكن برضو لو عايز تستنى الاسكان الاجتماعي استنى. عايز تستنى ايجار، الاستاذه مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اعلنت ان هم دلوقتي بيعملوا حصر لكل الشقق الفاضيه في مشروعات الاسكان الاجتماعي على مستوى الجمهوريه، وهينزلوها الفتره الجايه للايجار. وهي قالت ان احنا نزلنا موضوع الايجار ده مره واحده من كذا سنه، وما قررناهوش تاني لان ما كانش فيه اقبال عليه من المواطنين، لان المواطن عندنا بيفضل التمليك مش الايجار، رغم وفقا لتصريحاتها ان اللي هياخد الشقه الايجار ده من حقه بعد 7 سنين يتملك الشقه، ما فيهاش مشكله خالص. بعد 7 سنين ايجار من حقه يتملك الشقه. فهي بتقول لك احنا بنعمل الحصر، والفتره الجايه هننزل شقق 75 متر و90 متر بالايجار. اللي عايز ينتظر برضو الايجار ينتظر، وربنا يعني يوفقكم جميعا ويكتب لكم ما فيه الخير. وتقبلوا تحياتي، سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمه الله.